النباتات المفترسة آكلة اللحوم. هي نباتات لديها أعضاء تمكنها من اقتناص بعض الحشرات والحيوانات الصغيرة، ومن ثم افتراسها لتكون مصدرا إضافيا للغذاء. تنمو النباتات آكلة اللحوم عادة في أماكن التربة الرقيقة أو الفقيرة في قيمتها الغذائية. كيف تصطاد تلك النباتات الفرائس؟ لأن هذه النباتات لا تملك أنسجة عضلية، فإن عملية الاصطياد تتم خلال طريقتين. الطريقة الأولى عن طريق الحركة نتيجة التبدل المفاجئ في ضغط الماء داخلها، فعندما تلمس الفريسة الفخ، تقوم خلايا الجدران الداخلية بنقل الماء إلى الجدران الخارجية، فينتج تقلص حاد وسريع مما يؤدي لعملية الإغلاق. الطريقة الثانية، تتم عملية الاصطياد عبر نمو الخلايا في أحد جوانب المجس بشكل أسرع من الجانب الآخر، مما يؤدي إلى إطباق الجدران. لنتعرف على بعض أنواع تلك النباتات المفترسة. نبات السلوى، نبات مفترس كبير الحجم نسبياً، يمتد إلى 1.5 متر، حيث ينصب هذا الجنس من النبات الفخاخ لتوقع بها الفرائس التي تصل طولها إلى 15 سنتيمتراً، والطعام المفضل لهذا النبات هو الضفادع والطيور والقوارض. نبات أنيس، تكون أوراقه على شكل جرة مقفلة في حالة صغر الورقة، ثم فجأة يفتح غطاء الجرة بعد تمام نمو الورقة، حيث تملأ الجرة بسائل مائي حمضي يفرز من الغدد الموجودة على السطح الداخلي للجلد، فتأتي الحشرات إلى الحافة وتنزلق إلى داخلها، وعند سقوطها في السائل داخل الجرة يقفل الغطاء لمنعها من الفرار، ويفرز النبات الإنزيمات لهضم الحشرة ثم يمتصها. نبات الدروسيرا، يغطي أوراقه بزوائد كثيرة تنتهي أطرافها بغدد تفرز مادة لزجة حامضية، فإذا ما هبطت الحشرات على رأس هذه الزوائد فإنها تعلق بها، وكلما حاولت الهرب زاد اشتباكها مع الزوائد الأخرى، حيث يفرز النبات المواد الهاضمة التي تذيب جسم الحشرة، وبعد امتصاصها تعود الزوائد إلى الاعتدال، وترجع الورقة إلى شكلها الأصلي.